اشرح لي فكره ان انت ابتديت انك تحركهم من خلال الاحاسيس والمشاعر والاعصاب كمان، ان هم ازاي ده يفهم. طبعا كل قطعه موسيقيه لها تيمبو. انا باخد التيمبو ده تمام واعمل نقر كده على الاكتاف او على الكفوف على اساس ان هي مناطق عظميه، فهم الولاد الصم بيحسوها. نفس الموضوع بتاع بيتهوفن، يعني بيتهوفن ما كانش بيسمع المزيكا اللي كان بيألفها تمام، هم برضه ما بيسمعوش المزيكا اللي هم بيألفوا عليها، بس البيتس ده هم بيحسوه. ونبدأ نعمل نقول له مثلا الحركه هنا لازم تكون سريعه، لازم تكون بطيئه، لازم تكون الحركه متوافقه مع التيمبو ده. والبروفات وورش العمل مره واثنين وثلاثه نبدا نكررها اكتر من مره لحد ما الحركه تبقى متوافقه تماما مع التيمبو الموسيقي، وبعد كده ننتقل للوحه اللي بعدها وهكذا. زي ما يعني العرض بتاعنا عباره عن مجموعه لوحات، في الاخر في المجمل يعني انت بتلاقي الرساله طالعه بشكل استعراضي، مش محتاجه الاشاره ومش محتاجه لاي لغه ولا لغه مقطوعه حتى كده. عايزه اتكلم عن التدريب ووقت التدريب، وكل لوحه بتحمل اكيد معنى معين. يعني عايزه احط كل اسئلتي عشان الوقت كمان يبقى معانا وحضرتك ترد على طول. عايزه اعرف ايه اللي اتغير فيهم بعد الفرقه؟ طبعا هو البروفات اساسي، احنا بنعمل بروفات 3 ايام في الاسبوع، البروفه تقريبا حوالي 3 ساعات. اللوحه اللي بنرسمها لازم تكون متوفر فيها كل عناصر الاطار من ديكور وملابس واضاءه وكل عناصر السونوغرافيا والميوزك وكمان التوافق ما بين الحركه اللي الولاد بيأدوها والموسيقى اللي هم بيستمعوا. الرسائل كمان طبيعه الرسائل اللي احنا بنناقشها، يعني احنا عملنا عرض اجنحه صغيره ده شيء في المهرجان الدولي التابع للرئاسه المسرحي من 4 دول اوروبيه في الاوبرا. كان بيناقش قضيه الانتهاكات اللي بيتعرض لها كل ذوي الاحتياجات الخاصه في كل العالم. عملنا بعد كده عرض تاني اسمه نيران صديقه، كان بيناقش قضيه ادمان الشباب للمخدرات. يعني احنا مش مجرد بس انك بتقدم لوحات فنيه، انت بتقدم من خلال اللوحات دي رسائل. بالظبط، هو الموضوع ان انا اعملها كلغه، لغه بديله تمام، هي لغه ثالثه زي ما انا بقول. فما ينفعش ان انا اطلع اعمل عروض فولكلوريه مثلا على غرار عروض فرقه رضا او عروض استعراضيه تشكيل في الفراغ بلا معنى. لازم كل عروضي بتحمل رسائل بحيث ان انا اقدر ان انا اخلي اولاد الصم يقدروا يحاكوا الناس ويحاكوا المجتمع ويطلعوا رسائل. يعني عايزه اعيش معاك التجربه اكتر. كلمني عن المسرح، ردود فعلهم لما بيلاقوا الناس متجاوبه معاهم، احساسهم ايه؟ ايه اللي غيرهم؟ فكره الفرقه في حد ذاتها وفكره العمل الجماعي عملت فيهم ايه يعني؟ هو طبعا الموضوع بالنسبه لهم من البدايه كان غريب عليهم، يعني لما كنت بقعد اتكلم معاهم وكده ان انتوا لازم تستغنوا عن لغه الاشاره، فكان ده كان صعب عليهم، هم مش متخيلين حياتهم بدون لغه الاشاره. انما في الطبيعي بيتعاملوا لغه الاشاره حتى مع العاديين، مع الناس العاديين اللي هم ما بيعرفوش لغه الاشاره. فانا قلت لهم لا، الناس ما بيفهموش اللغه دي، فاحنا هنعمل حاجه جميله، احنا هنكلم الناس دي باللغه اللي هم بيفهموها، وانا هساعدكم ان انتوا تجيدوا اللغه دي. بدانا نعمل ورش عمل ونتكلم، والاهالي كمان اقتنعت بالموضوع، وبدانا نعمل. طبعا الموضوع كان مرهق بالنسبه للولاد، ولكن في الاخر يعني غير في سلوكياتهم وغير في حياتهم وغير في حاجات كتير قوي. وكمان الطفل الاصم بشكل عام بيبقى بيعاني من انفعالات زايده نتيجه ان هو عاوز يعبر ومش قادر، فلما نفرغ الشحنه اللي عنده او الطاقه اللي عنده في حاجات هادفه وايجابيه زي ديت، اكيد بيبقى اقرب للطفل العادي والطفل السوي. يعني دايما بيقولوا الموسيقى ايقاع انفعالات، يعني انفعالات بتبقى خارجه من جوايا. انا لما بتحمس لشيء وبحبه وبنفعل فيه، وممكن جدا ان يتم الابداع من خلاله. ده ممكن يحصل فعلا للفرقه، وايه المطلوب؟ يعني المفروض الدعم يبقى عامل ازاي لفرقه زي كده، ان احنا ندعمها ازاي اكتر واكتر؟ هو ده اللي حاصل دلوقتي، الولاد متفوقه على نفسهم. عايز اقول لك ان يعني مختلف وسائل الاعلام المصريه والعربيه والدوليه بشكل عام اتكلمت عن الفرقه باعتبارها الاولى طموحها في العالم. انا كنت بفكر الاول انها في مصر، بعد كده قلت ده هي في العالم العربي، بعد كده قالوا لي لا ده في العالم، واخد بالك؟ فانا بصراحه ربنا يعني كده مش راضي عن تعاطي وزاره الثقافه معانا مع الفرقه دي، مش راضي تماما. يعني لما نعمل فرقه، ايه اللي مطلوب لحضرتك؟ ايه اللي انت طالبه؟ اكيد حضرتك دلوقتي معاك الشاشه ومعاك التلفزيون، ايه اللي مطلوب لدعم فرقه زي كده؟ انا ببعت رساله للفنان فاروق حسني وزير الثقافه ان هو سياده الوزير بتاعي عمره ما بيتاخر عن حاجه ناجحه وحاجه مستمره. لا اصل في حاجه، انا عارف ان كل وزاره فيها علاقات عامه تمام وفيها مكتب اعلامي. الفرقه بتاعتنا بقى لها 3 سنين مختلفه الصحف، CNN، رويترز، وكاله البشر الاوسط، اقل من ثانيه. حضرتك تقول ايه اللي مطلوب سريعا عشان نطلع المفروض اعتماد الفرقه تبقى بشكل رسمي، موفر لها ميزانيه ثابته، الولاد دول مبدعين ما يقولوش عن اي فرقه في الاوبرا ولا في اي مكان، قادرين ان هم يشرفوا مصر في 3 المهرجانات، ولكن هو الدعم لازم يكون فيها
بشكل ايجابي، يعني على قد الجهود المبذوله لازم يكون الدعم. احنا بنضم صوتنا وصوتك وبنقول نداء لسياده الوزير فنان فاروق حسني ان يرعى هذه الفرقه ويشوف عروضها، واكيد هو شاف عروضها من خلال الاوبرا. انا بحيي حضرتك جدا لوجودك.